صحيت ليه تعبان وكأنك شغال طول الليل. النهارده في سكن هنتعلم مع بعض تمارين الصباح اللي بتخليك تقوم من السرير بنشاط حتى لو نمت 5 ساعات. مش هتكلفك ولا جنيه، كل اللي محتاجه 3 دقايق بس. أول حاجة تمرين ل10 ثواني. قبل ما تنزل من السرير مد ايدك فوق راسك وخد نفس عميق وقول النهارده يوم حلو. دي بتشغل نظام الفرحة في دماغك. تاني حاجة اشرب مية باردة على الريق، هتشغل جسمك زي ما بتشغل الموتور. تالت حاجة هز الأطراف من غير تعب. اقف وهز ايدك ورجلك 20 مرة، دي بتنبه كل خلايا جسمك ان اليوم بدأ. رابع حاجة تمارين الضحك. جرب كده تضحك معايا دلوقتي. اضحك 3 مرات من غير سبب، حتى لو هتضحك على نفسك الدماغ مش بتفرق عندها. خامس حاجة نط في أي مكان 5 مرات، مش لازم تكون زي لاعب الكورة، حتى لو نطيت زي الضفدعة المهم تتحرك. بعد التمرينة دي هتحس بإن دماغك صاحية من أول لحظة، إن طاقتك مش طبيعية، وإن حتى الشغل اللي كنت بتكرهه ممكن يكون سهل. جرب الكلام ده لمدة 3 أيام وبعدها تعالى قول لنا في الكومنتات فرق معاك ولا لأ. وما تنساش تدوس على جرس الاشتراك وتفعل الجرس. وكمان الفيديو الجاي هنقول لك فيه على أسرع أكلات الصبح اللي تمدك بطاقة طول اليوم. خليك فاكر، دي مش مجرد حركات وخلاص، دي حيل سحرية بتحول يومك من كسلان لنشيط.